ازيكم يا شباب؟ عاملين ثانوية عامة 2026؟ كان النهارده عن الكيمياء. أول حاجة النموذج الاستشهادي، الكتب، المدرسين، أفضل طريقة تذاكرها. ومعانا حد مدرس كان منزل التحليل بتاع الاستشهادي على الفيسبوك بتاعه بالأسئلة بالدرجات والكلام من ده. أول حاجة تذاكر كيمياء ازاي؟ الكيمياء الفصل الأول وتاني قلت لك هو معظمهم حفظ ومعظمهم بيبقى موجود في وقت المفاهيم، فأنت لو مراكم حاجة فيهم اول حاجه ابدا شوفها وقت المفاهيم علشان هتساعدك اللي انت في حاجات كتير ما تحفظهاش، فانت شوف وقت المفاهيم في اول فصلين. الفصل الثالث والرابع هو معتمدين اكتر على الفهم اللي هو الحفظ المسائل والكلام من ده، وبيجي في الامتحان بيجي تمن مسألتين او ثلاثة، بيبقى واحدة بدرجة واتنين بدرجتين، فانت لازم تكون فاهم المسائل الحلوة وفاهم المعادلات ازاي تكون ماشية، واللي هو لطش المعادلة وبص وشوف رايحة فين والكلام ده. ده كله ايه حاجات يعني لازم تكون عارفها. الفصل التالت والرابع هم اهم فصلين بعد العضوية، والفصل التالت والرابع هما الاتنين عليهم 22 درجة تقريبا، والعضوية عليها 22، والفصل الأول والتاني الاتنين تقريبا 16 درجة حاجة زي كده. فأنت معاك التالت والرابع والعضوية هم أهم حاجة في الكيمياء كلها. أول وتاني معظم بيبقى موجود أصلا في وقت المفاهيم زي ما قلت لك، فأنت ممكن تنجز نفسك فيهم لو أنت مراكم حاجة فيهم من وقت المفاهيم. تمام. التالت والرابع في حاجات في وقت المفاهيم، بس لو انت مش فاهم وانت مش عارف انت بتعمل ايه، وانت اصلا مش فاهم المسألة عايزة منك ايه، انت مش هتعرف تحل حاجة بيها من وقت المفاهيم. وهكذا في العضوية موجودة كلها في وقت المفاهيم، بس انت لو مش فاهم التفاعل ولا فاهم الحاجات اللي تبقى على الأسهم، درجات الحرارة والكلام ده والتحويلات وده كله هو عايز منك في السؤال أصلا، انت مش هتعرف تستخدم ورقة المفاهيم. أكنك بالظبط مدي يعني مثلا جاب حمار مديله الاسئله ومديله اجابات، هو مش عارف ينقل، هي كده. فانت لازم تكون فاهم انت بتعمل ايه علشان تعرف تستخدم وقت المفاهيم صح. عشان كده بقول لك خلي وقت المفاهيم معاك، ده من بدايه السنه بقول لك كده. تمام. خلي وقت المفاهيم معاك، نزل وقت المفاهيم PDF او اطبعها في مكاتب بتتباع ب90 جنيه. تاني حاجة وهي المدرسين، مستر خالد صقر، مستر عبد الجواد، أي حد يا جدعان مش تفرق. أنت لو بتاخد مع مستر وماشي معاه خلاص تمام كمل معاه عادي. لو أنت بقى بتاخد مع حد وأنت مش يعني حاسس إن أنت مسقط منه، يبقى دي مشكلة منك أنت ده كله لحد دلوقتي مش عارف تختار المدرس بتاعك، فأنت دي مشكلة فيك أنت، مشكلة مش في المدرس. كل مدرس بيطلع من عنده اتنين تلاتة، بيطلع من عنده أوائل عادي، ويطلع من عنده ناس مقفلة وناس جايبة 50 وناس جايبة 30 من 60 وناس زي الفل، وهو ايه يعني كل مدرس هتلاقي عنده الحلو والوحش. فالمشكلة مش في المدرس، المشكلة بتبقى فيك انت كطالب، عشان دلوقتي اصلا 90% او 100% مننا يعتبر من الشباب بالذات السن ده عندهم حاجة اسمها تعفن في الدماغ، وانا واحد منهم عادي. اللي هو انت اصلا انت بتبقى عبارة عن ايه، ان انت قاعد السوشيال ميديا انت واكلة دماغك، او انت بتذاكر فاتح الموبايل، وانت فاتح الكتاب الموبايل جنبك بتحل وبتسمع، فاهم؟ انا جيت ايام في ثانويه عامه كنت اعمل كده، فاتح مثلا كان ايام بقى لايفات بابجي والكلام من ده، كنت افتح اللايف وفاتح الكتاب احل. انا دماغي مع مين؟ مع اللايف، بس انا عشان يعني كنت متعود في الحل في الاول وكنت ماسك نفسي من الاول، فكانت ايدي بتحل بس انا ما استفدتش اي حاجه، انا عمال احل اهو بس انا بعيد افكار، عشان في الاول كنت يعني ماسك على نفس الكلام ده. كان حصل امتى؟ في شهر تمام، في اخر شهر خمسة كده، جيت معرفش ايه رحت منزل بقى تيك توك وانستجرام وكيك وحاجات دي، ورحت منزلها. نزلتها ليه معرفش والله، كنت متخلف عقليا، بس الحمد لله ما اثرتش عليا. بس انت دلوقتي في ان معظم الناس عندها الكلام من ده، المعظم بيستخدمها تكون مشغل محاضرة على اللاب وحضرته ماسك القلب في التيك توك، انا خلصت المحاضرة، فاهم؟ فهي المشكلة معاك انت، المشكلة مش في المدرس. في مدرسين كتير يعني مش فاكر تمام اسم حد معين، بس كان معاذ قاله في فيديو، بحط لك اسمه. هو في ناس برضه كتير بتشكر فيه لو انت مش مرتاح مع اللي هو المشهورين والكلام من ده، مستر خالد او مستر عبد الجواد، في مثلا الناس دي عادي. انت اللي انت بتاخد معاه مستريح معاه خلاص، ده اللي انا بقوله على كده. الامتحان النموذج الاسترشادي التحليل بتاعه سيبهولك، وقلت لك هو عبارة عن 22 سؤال عضوية، 22 سؤال عضوية، 22 فصل أول فصل تالت ورابع، 22 فصل تالت ورابع، وعندك 16 درجة بس فصل أول وتاني. فأنت أصلا عندك 22 عضوية، يعني أنت عندك أكتر من تلت الامتحان عضوية، وأكتر من تلت الامتحان فصل تالت ورابع. ما تجيش تكون يعني إيه
مذاكرين الفصل الاول والتاني وانت حاسبهم فصلين، يعني الفصل الاول والتاني دول بيبقوا فصل واحد ماشي، يعني حاجه هما فصل واحد. ما نجيش بقى ايه نحول على نفسنا ونحاول نفسنا ان احنا مذاكرين والكلام من ده. ويعني كل اخر حاجه بقى الكتب، زي ما قلت لك كتاب التفوق اصعب كتاب في الكيمياء انا شايفه كده، وبيجيب افكار جديده في الكيمياء ماشي. كتاب الوافي دول الكتابين اللي كنت حليتهم، وكتاب الامتحان، كتاب الامتحان مش احسن حاجه تمام. فانت هتجيب بقى مندليف، عايز تجيب مندليف تمام، عايز تجيب الايزو تمام. كتاب مندليف والايزو الاتنين بسم الله ما شاء الله، والايزو يعني مستوى كويس. فهو الكيمياء يعني كل الكتب عالية، يعني ما عدا مثلا كتاب الامتحان هو الأسئلة تحس اللي هو يا أسئلة تتحل يا أسئلة ما تتحلش، فاهم؟ عشان كده بقول لك أمال وافي تفوق أيزو ومندليف الأربعة جامدين. أصعبهم التفوق عشان كنت أنا جايبه، ما جبتش مندليف ليه؟ زي ما قلت كنت جايب مذكرات ال7000 سؤال بتاع مصطفى عبد الجواد، بس الحمد لله ما حلتش فيها، وجبت بدلها كتاب الوافي وكتاب الامتحان. حليت منهم، حليت شوامل في التلاتة، حليت جزئي في الوافي بس، وفي ال7000 سؤال حليت شوية بس معطاهم ما حليتش تمام. عشان ما تجيش تقولي انت حليت التلاتة ازاي والكلام من ده، حليت التلاتة شوامل وواحد بس الوافي جزئي، ده اللي انا حليته. هو ده كان فيديو كده ان شاء الله سريع كده، انا جاي من الكليه عامل فيديو، وادعولنا عشان على امتحان 21 محاضره ميد ترم، يعني بسم الله ما شاء الله منه لله الاستاذ معاذ عمر عشان هو اللي ماسك المديول ده. يوم الثلاث الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.